في بعض البنات وهي ماشية بالعربية ولسه بتتعلم جديد بتبقى مش عارفة تحدد أبعاد العربية اللي جنبها في المرايات الجانبية. هل العربية اللي جنبها أو بتعدي من جنبها دي قريبة ولا بعيدة؟ تعالي مع بعض في الفيديو ده نتكلم عن الموضوع ده بقواعد سهلة وبسيطة. كمان المرايات بتاعة العربية عاملة زي مراية البيت بالظبط، كل ما جسمك بيقرب من المراية جسمك فيها بيكبر، وكل ما بتبعدي الجسم بيصغر. وده بالظبط اللي بيحصل في العربيات في الطريق. هنا ركزي كده على حجم العربية، هنا كانت بعيدة وكل شوية بتبدأ تقرب. هو ده بالظبط اللي بيحصل في المراية، كل ما حجم العربية بيكبر في المراية ده معناه انها بتقرب. اما هنا في اللحظة دي هتلاقي ان كبوت العربية دي بدأ يجي عند الأكرتين بتوع البيبان العربية اللي انا راكباها، فده معناها انها خلاص بقت قربت مني وهتبقى موازية، فكده معناها انها بتقرب. في اللحظة دي حجمها كبر جدا وكده معناها انها خلاص بتعدي وخرجت بره اطار المراية، فكده عدت من جنبي. وتعالي برضو نشوف عربية تانية نطبق عليها نفس الكلام، او مثلا نشوف الموتوسيكل ده. شوفي كده الموتوسيكل وهو جاي حجمه بيبقى صغير، بيكبر اول ما بيقرب ويكون موازي للأكرة بدأ يعدي ويطلع من اطار المراية بتاعتي، وبرضو كده في المنطقة العامية. والمنطقة العامة دي عملنا عنها فيديو، ان هو اللحظة اللي بيخرج فيها بيبقى جنبي بالظبط، لكن هو مش متشاف وبيخرج بره اطار المراية وبيبقى جنبي بالظبط. وتعالي نطبق على العربية دي، هتبصي كده هتلاقي حجمها صغير بتبدأ تكبر واحدة في واحدة. في اللحظة دي هي حجمها بيكبر عندك في المراية، بتقرب شوية وهتلاقيها موازية بالظبط للأكرتين اللي عند بابك، فده معناه برضو انها خلاص بتقرب منك، وان هي كده خلاص هتبدأ تتخطاكي مش هتعرفي تعديها. ولو هي أسرع منك هتسيبيها تعدي وبعد كده تعدي انت وراها. الموضوع سهل وبسيط وبيحتاج بس ممارسة كتير، انك تنزلي كتير وتتعودي انك تشوفي حجم العربية في المراية. كل ما حجمها بيكون صغير ده بيكون كده انها بعيدة، وكل ما حجمها بيكبر عندك في المراية ده معناه انها بتقرب. لو العربية اسرع منك يبقى بتسيبيها بتعدي وبعد كده بتخش الحارة وراها، ولو هي ابطأ منك ممكن انت تسبقيها وتخش الحارة قبلها. والصورة دي هتسهل عليكي، بعيد دي بتبقى بعيدة، واما في نص المراية دي بتقرب منك، وفي اخر الشمال دي يعني ده معناه انها خلاص بتقرب جدا وهي بتعديكي، فما ينفعش ان انتي تتجاوزيها. تعالى اشرح لك الصورة على العربية دي. هنا العربية بعيدة في الجزء اليمين من المراية، بعد كده قربت مني شوية وبدأت تبقى في نص المراية بالظبط، فهنا معناها انها كده بدأت تقرب. ولما بدأت تمشي شوية كده معناها دخلت في الجزء الشمال من المراية، فده ما ينفعش اتجاوزها لانها كده بقت قريبة مني جدا، وهي كده بقت اسرع مني وخلاص هتخش في المنطقة العامية، فما ينفعش اتجاوزها. وده كان شرح بسيط للصورة عشان تفهمي الموضوع بشكل ابسط واسهل.